ثغرات السبلاي تشين وليه اختيار كده والهيصة اللي بتحصل عليها كل فترة والتانية. يلا بينا نبدأ. دلوقتي أنا عندي مثلا نقول مثال بسيط، مطعم عم رام. المطعم ده كل يوم بيعمل فول وفلافل، تمام؟ وأنا واحد مؤذي عايز أقفله المطعم ده وأخليه معرفش يشتغل. فأبسط فكرة في دماغي إن أنا أروح أحط حشرات في المطعم وأبلغ عليه الصحة وتيجي تقفلوله، تمام؟ طبعا دلوقتي عم رامي عارف ان في ناس مؤذية هتيجي تعمل كده، فبكل بساطة بيروح كل يوم والتاني بيشوف كل حاجة في المطعم ويفليه عشان ما يحصلش كده، واي حاجة تحصل يروح شايلها ورميها، تمام؟ عم رامي كل يوم بيروح ياخد عيش من مخبز عم احمد. فايه بقى الفكرة اللي جت في الدماغ هنا؟ انا بدل ما اروح لعم رامي اللي هو صعب جدا اعرف اتعامل معاه مباشرة واضحك عليه، اروح مخبز عم رامي اقول له تعال انت بتاخد خميرة كل يوم بكام؟ مثلا ب50 جنيه. لا انا هخليك تاخد خميرة ب30 جنيه. خد الخميرة بتاعتي اهي واعمل بيها العيش. فهو يعمل بيها العيش. طبعا الخميرة دي بقى تكون خميرة بايظة مثلا اي حاجة فيها، وادي لعم رامي. بعد بقى ما يروح وتحصل مشاكل انا بكل بساطة اروح ابلغ، ويجوا الصحة يقفلوا مطعم عم رامي. وكده قدرت اتعامل معاه من غير ما اروح له هو مباشرة، عشان هو روحت ليه مباشرة صعبة جدا. فانا بروح لحد هو بيتعامل معاه هو بيثق فيه، فانا بروح له هو بس على كده. طب ايه بقى اللي بيخلي النوع ده من الثغرات خطير جدا؟ ان المخبز ده مش بيتعامل مع عم رامي بس، ده بيتعامل مع عم رامي وعم مسعود وغيرهم كتير. فاللي هو بكل بساطة احنا قدرنا نأثر على كل اللي بيتعامل مع عم احمد في مرة واحدة بس. فده اللي بيخليها خطير، تمام؟ طب ايه علاقة الكلام ده بالثغرة؟ عم رامي هنا هو الابليكيشن اللي عايزين نختاره، ابليكيشن سكيور وكل حاجة في كده. لكن الابليكيشن ده بيتعامل مثلا مع لايبراري عشان شيء معين. مثلا خلينا قول ان احنا نعرف مثلا نحمل صور في البرنامج بتاعنا، حلو؟ فالاتاكر بدل ما يروح للابليكيشن اللي هو متأمن وكده، يروح لحاجة بيثق فيها الابليكيشن ده ويخترقه، لاقي فيها ثغرة. فاللي هو بقى كل الابليكيشنز اللي بتتعامل مع اللايبراري دي بما فيها الابليكيشن اللي عايزين نخترقوه وكلهم تحت ايدينا. بس على كده دلوقتي بقى يلا بينا نروح نشوف الكلام ده عملي. مثال بقى معانا بكراوي. يعني احنا دلوقتي بقى ازاي نعرف هم شغالين بايه كلايبراريز؟ اسهل واسرع طريقة اللي احنا نخش على الكونسول بالسورس، قصدي معلش، ننزل تحت لحد ما نلقط اي جي اس فايل في وشنا. حلو، نطلع فوق، احنا عايزين نلقط اي جي اس فايل، تمام؟ اهو جي اس فايل اهو، ناخده كوبي، خش على الموقع ده اسمه بريتي. حلو كده، تروح هو يخلي الكود ده شكله منظم اكتر عشان نعرف نقراه. كده احنا مش لازم نقرا جي اس يعني، احنا بقى بنلاقي اللايبرز اللي هما بيستعملوا غالبا في الاول او في الاخر. هنا بقى ما شاء الله، او عندي رياكت راوتر 7، عندي بقى حاجات كتير نقدر نخش ندور على كل واحدة السي في ايز بتاعتها ايه ونحاول نستغلها. احنا هنا مثلا اهو سي في اي، تمام؟ بقول لك مفيش هنا، تمام مفيش مشكلة، لسه جديد. ندور بقى فيهم كلهم لحد ما نلاقي، وهكذا لحد ما نلاقي سي في اي ونحاول نطبقها على الموقع بتاعنا. وكده قدرنا نستغل الثغرات دي. مثال معانا الابليكيشن بتاع بيبلكستي. حلو، نقدر نخش على الفايل لوكيشن ده. بقى الثغرات بتاعت اللي احنا شرحناها دي بتاعت السبلاي تشين حلاوتها اكتر في الديسكتوب ابس. ليه بقى؟ اللي احنا من غير مرمطه اللي احنا نفتح كل جي اس فايل ونروح نحاول نعرف ايه الحاجات اللي شغاله. لا، احنا هنا بنخش على الريسورسز بكل بساطه، نعمل اوبن تيرمينال. يلا هنجيب التيرمينال ثانيه واحده اهو، وبكل بساطه نستخرج الاب دوت اي اس اي ار ده.
بس كده طلع معانا. نشوف بقى النود موديولز عندي هنا، كل حاجة الابليكيشن ده بيستعملها. خش مثلا هنا، كل واحدة تخش على الباكج دوت جيسون. حلو، ده اللي هيورينا هي بتستعمل ايه. يعني بص هنا بيقولك الفيرجن بتاعها كذا. بس نقدر بقى نخش على جيت هاب او نقرا الاندكس، نشوف في بقى ايه الحاجات اللي فيها، نشوف ايه الثغرات اللي فيها، ندور على السي فيز بتاعتها بقى. اي لو لقينا اي حاجه نيجي نحاول نطبقها على الابلكيشن ده وهكذا. بس طبعا لو ديسكتوب ابلكيشن حاجه تانية برضو الموضوع حلو، ندور بقى على طريقه ازاي اكستراكت. ده الموضوع سهل، او اسالني زي ما انت تحب. بس على كده لو الفيديو عجبك يعني ما تنساش الاشتراك. مع السلامه.